الشبكية بدلا من الهرمية، فوقع في شباكها كثير، وخاصة من ليس لديهم وظائف أو تجارب سابقة. أحدث صرعات هذا النظام كيونت. وحتى نوقف الاحتيال كان علينا أن نكشف الحقيقة، فلنستمع لأحد عملائها السابقين إذ يقول في أول جلسة مع المسوق أو الشريك مثل ما يقول يخليك تحس أنك مو عايش، فقير معدوم لأنك عايش على راتبك بس، وفجأة يطرح عليك فكرة دخول الشبكة وينقلك إلى عالم الأحلام. وإذا جاي يشرح لك يبدأ يرسم لك فكرة تجنيد الموزعين تحتك ليخدعك إنها شبكية لكنها هرمية. وحتى تفرق بينهم، ترى الهرمي ما تقدر تدخل إلا لابد تشتري سلعة ثنائية الشكل يمين ويسار. العملات تجيك وانت جالس، يعتمدون على التسويق الشفهي في الغالب، المنتجات غير موجودة في المحلات، تاريخ الشركة إما غامض أو مليء بقضايا النصب والاحتيال. ولعلمك هالشركات ممنوعة دوليا، وحتى ال FBI حذروا منهم. ثم ليش لازم تشتري سلعة؟ وليش أسعار السلع واحد؟ لأنهم يبيعون لك ما كان في الهرم، والمنتج مجرد وسيلة. بعدين المنتجات صحيح تحصل بعضها حقيقي، ولكن إما غير معروف أو ما يسوى، أو يكون منتج خيالي، وترى أسعارها متقاربة، ولو نزلت السوق ما راح تنافس. عدة جهات وشخصيات شرعية معتبرة حرمتها، يقولون هالشغل فيه أرباح، وأقول لك صح، لكن عمرك شفت تاجر مخدرات أو حرامي ما يربح؟ لو افترضنا أنك قدرت تدخل 64 شخص تحتك في الشبكة خلال سنة، كم راح تربح الشركة؟ في المقابل كم العملات اللي تجنيها أنت؟ عمولات المبيعات من دخل الشركة تقريبا 2.7%. ولو تعرف كم يطلع دخلك 660 ريال بالشهر، يعني أقل من راتب سواق منزلي. بعبارة أخرى المستفيدين هم اللي على رأس الهرم، وعددهم قليل جدا، والأغلبية اللي تحت يجيهم فتات. وإذا كنت تفكر إنها وظيفة، أنا أسألك من متى الموظف يدفع كل شيء من جيبه؟ الربح السريع حلو، لكن اللي بيأكد عليه في النهاية أن كيونت حرام شرعا ممنوع نظاما. فاحذر من جميع الشركات التي تتبع هذا النظام أو تلك شبيهة به. مع تحيات وزارة التجارة والصناعة.